ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في بنوته كانت كاتبالي في الكومنتات ان هي عايزه وصفه تكون فعاله وسريعه عشان عندها خطوبتها قربت، فاضل شهر يعني عن خطوبتها وكده، فهي عايزه وصفه تكون سريعه. والوصفه دي يا بنات عن تجربه، الوصفه دي سريعه جدا وفعاله جدا جدا جدا. ده تفتيح فوري يا بنات. بصوا الوصفه ايه، عباره عن متناول الجميع، كلها عندنا في البيت. عباره عن ليمونه وكيس بيكنج باودر وشويه سكر. هتجيبي معلقه سكر كده، شوفي بقى الكميه اللي انت عايزاها، او معلقتين على حسب ما تحطيها. وهتجيبي ليمونه هنقطعها كده، تمام. وهنجيب معلقه بيكنج باودر كده حلوه، كبيره كده حلوه. وهتجيبي ليمونه، ثواني بس كده، تعصري. بصي يا بنات، اصلا مجرد اما بتعصري الليمون على البيكنج باودر، بصي اصلا بيفور ازاي. بصوا قدامكم اهو، بصوا بيفور ازاي. بالك بقى لما تحطيه على جسمك، يعني هيطلع لك الجلخ كله، كل الحاجات الوحشه اللي عندنا والعقد النفسيه اللي في ايدينا واللي في جسمنا هتطلع من الماسك ده. نقلبه كده مع السكر. بس انا بس كتر مني الايه السكر شويه. هنحط ايه معلقه سكر كده كمان عشان يبقى ايه متماسك كده في بعض. بصوا اصلا بتفور ازاي. ناخده كده على ايدينا حركات دائريه كده. بص اصلا بص بيفور على الايد ازاي. بصوا يا بنات، بصوا الحتت الغامقه دي، بصوا انا عندي الحتت دي غامقه كده، تقعدي تدعكي كده كده. بصوا الحتت دي كده، بصوا تاخده كده. بصوا اصلا بيفور على الايد ازاي، شايفين؟ بصوا يا بنات، حركات دائريه بايدك كده، ما تقلش عن من 10 دقايق لربع ساعه. تمسكي ايدك دي كده، بصي تخليها فله، ايدك ما تتشالش. بصي من الحركات الدائريه دي ايدك شغاله كده على طول. بصوا يا بنات، اصلا بصوا الايد اصلا بتفتح معاكي والله درجه وانتي شغاله. بقى الغامقه مثلا اللي هي هنا، اللي بتبقى في هنا في الايد، من هنا ندعك كده. بصوا كده، ناخدها كده حركات دائريه كده. مثلا انا عندي بصوا الحته دي في تصبغات هنا عندي، بصوا ندعك عليها كده كده. ده تفتيح فوري فوري جميل جدا. بصوا حركات دائريه كده بايدك وبالليمونه كده، وندعك في الايه في الحتت اللي احنا ايه ايدينا كده دي. مش هتجيب الحتت اللي هي دي الغامقه دي، يعني الدائريه حركات دائريه كده مش هتجيب. عايزين نجيب الحتت دي، نقوم عاملين كده بالليمونه وندعك كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اظن الفرق باين. بصوا الجمال، بصوا ايدي جميله جدا. بصوا يا بنات، بصوا الفرق، بصوا الفرق ما بين الايد دي والايد دي. معلش بس ايدي هنا متبهدله عشان انا بعمل بس بيها. بس بصوا السكر اصلا داب معايا، ما تسيبيش ايدك غير لما تبقى قشطه كده فله. بصي السكر يدوب كده فيها مع الليمون، جميله جدا، جربوها يا بنات. اصلا بصوا كده معايا، لو انتوا شايفين الفرق، ان الليمون اصلا اسمر، يعني الليمون اغمق، السكر بالليمون اغمقوا. بصوا يا جماعه، شايفين الفرق ما بين السكر اللي على ايدي والسكر اللي في الطبق؟ اكيد الفرق باين يعني. بصوا يا بنات، اكيد الفرق واضح. تحفه 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 جدا يعني. دي ما تحطش على بشرتكم نهائي، بشره لا، تقعدي تدعكي كده. بصوا ممكن تتحط في الاماكن الحساسه عادي، حطوها في الاماكن الحساسه عادي. مثلا الاماكن الغامقه اللي في جسمنا، عندك اسمرار، بيكيني، اندر ارم، عادي بتتحط. بصوا يا بنات، شايفين الفرق؟ اكيد الفرق واضح، مش محتاج اصلا ان انا اتكلم. بصوا جميله جدا جدا جدا. بصوا اصلا الليمون اصلا بالسكر غمق، يعني بصوا الفرق
وكل مادة اصلا عماله تفور، يعني تخيلي كل ده بيفور على جسمك. جميله جدا والله، جميله قوي وعن تجربه. بصوا الاماكن، يعني انا عندي هنا الحتت دي سمرة شويه، بصوا تدعكي كده اي حته سمرة، ادعكي كده حركات دائريه كده بايدك كده. بصوا بشرتكم لا يا بنات، البشره لا، على الوش لا، متحطش على وشكم خالص. سيبوها كده ايه بقى بعد الحركات الدائريه من 10 ل 15 دقيقه، ونجيلكم ونشوف الفرق مع بعض. بصوا دي الايد اللي احنا ما عملناهاش، ودي الايد اللي احنا عملناها. بصوا بصوا الحمار، اظن الفرق باين جدا. جميله جدا، والنعوميه بقى يا بنات، بصي ايديا ناعمه جدا، جميله قوي قوي قوي. جربوها وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، مستنيه كل رايكم، واي حد عايز اي حاجه يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله اكون